السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أي حاجة بطلب منكم إن شاء الله تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على ظاهرة غريبة جدا جدا جدا، وهي ظاهرة تسريب الفيديوهات من أوضة النوم. طبعا احنا في الآونة الأخيرة دي شفنا فيديوهات بتتسرب من أوضة النوم. الأول لهدير عبد الرازق، وبعد كده لرحمة محسن، وبعد كده اللي برضو عروسة سجلت لجوزها ليلة الدخلة كاملة. وطبعا احنا بنقول دي ظاهرة غريبة على مجتمعنا المصري، ولا يقبلها أي دين، لأن طبعا ربنا سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن الحيوانات، وخلى العلاقة الحميمة بين الراجل والست يبقى حاجة سرية بين الراجل والست. لكن لما تتنشر على السوشيال ميديا ويبقى كل الناس تشوفها، دي سبحان الله لا أخلاقنا ولا تربيتنا كمصريين. يعني مش حاجة جديدة علينا. وبعدين في طبعا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة طبعا أصبحت بتعمل حاجات يعني غريبة جدا. وآخرها الست المعروفة بملكة الذهب برضو صوروا لها فيديو، وبتقول طبعا ده متفبرك وحاجات زي كده وذكاء اصطناعي وحاجات زي كده. فاحنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحاجات دي ما تكونش في مجتمعنا المصري خالص، لان احنا طبعا العلاقة الحميمة بين الراجل والست لازم تبقى بغرفة مغلقة. وطبعا كل ما التكنولوجيا بتزيد، طبعا في أجهزة النهاردة بتعمل حاجات رهيبة، تركيبات وحاجات سبحان الله. ولذلك أنا بنصح أي بنت أو أي ست ما تبقاش حاطة صور على الموبايل. الله أعلم الناس مش ما بقتش يعني كويسة. يعني في ناس، مش كل الناس طبعا في ناس محترمة جدا جدا جدا، وفي ناس يعني هم ما عندهمش النخوة ان دي ممكن حد تعمل لها حاجة، تبقى شكلها وحش قدام اهلها قدام جيرانها. التكنولوجيا بتحصل، ومع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة في حاجات بتعمل حاجات رهيبة. تركب بتاع ده وش واحدة على جسم قريب من جسمها على. فأنا بتمنى والله إن الحاجة دي ما تبقاش موجودة في مجتمعنا. ودي ظاهرة كنت والله عايز أتكلم فيها على أساس إن إحنا ناخد بالنا
من بناتنا والستات عشان ربنا يحفظنا. وبقول للناس اللي بتعمل الحاجات اللي مش كويسة دي، بقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وطبعا زي ما أنا برضو متعود، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك وشير، ولو في حاجة في التعليقات تقولوا لنا. وبرضو زي ما أنا بني الفيديو، مساءكم ورد وفل وخير وبركة من الله رب العالمين، وربنا يحفظنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.